الأنبياء. يا الله، في رواية البخاري جميلة أوي 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 من حديث محمد بن علي بن أبي طالب. وخلي بالك لما الكلام يبقى من علي بن أبي طالب يبقى له معنى، ويبقى له مغزى، ويبقى له حلاوة، ويبقى له قدر ووزن. والحديث في صحيح البخاري من حديث محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية. يقول محمد: يا أبتي، من خير الناس بعد رسول الله؟ أي الناس خير بعد رسول الله؟ فقال: علي. فقال: علي رضي الله عنه. أبو بكر، أبو بكر. فقال محمد ابن علي: ثم من؟ فقال: علي. عمر. قال محمد: فخشيت أن يقول عثمان، فقلت: ثم أنت يا أبتي؟ فقال علي: ما أنا إلا رجل من المسلمين. الله، الله على التواضع والانكسار لله عز وجل وهضم النفس. وبعدين ده حق الصديق، وهذا حق عمر على لسان من؟ على لسان علي. لا والله تخلي بالك من الرواية دي، ولو لم تخرج من حلقة الليلة إلا بهذه الرواية لكفى. روى الإمام الطبراني في معجمه الأوسط بسند جيد أن عليا رضي الله عنه وأرضاه قال: خير الناس بعد رسول الله أبو بكر وعمر، ولا يجتمع حبي وبغض أبي بكر وعمر في قلب مؤمن. لا 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 لا، تاني، لا تاني الرواية: خير الناس بعد رسول الله أبو بكر وعمر، ولا يجتمع حبي وبغض أبي بكر وعمر في قلب مؤمن. اوعى، خلي بالك، من ادعى أنه يحب عليا رضي الله عنه في الوقت الذي يبغض فيه أبا بكر وعمر فهو أكبر كذاب في دعواه، أكبر كذاب في دعواه. علي يقول رضوان الله عليه: وسيأتي بعدنا أقوام ينتحلون مودتنا ليسوا منا، آيتهم أي علامتهم أنهم يسبون أبا بكر وعمر. ده كلام سيدنا علي. خلي بالك، والله العظيم تخسر دينك إن سببت الصديق، والله العظيم تخسر دينك إن سببت أبا بكر، وإن سببت الفاروق عمر. احذر احذر، فالأمر دين، فالأمر دين، فالأمر دين. هذه شهادة علي رضوان الله عليه في حق خير الناس بعد سيد الناس، بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يجتمع حبي وبغض أبي بكر وعمر في قلب مؤمن، في قلب مؤمن. أمور واضحة، ولا ينبغي أن يضحك علينا أحد. هذا علي رضوان الله عليه من أصدق الناس لهجة بعد رسول الله، بعد أبي بكر وعمر وعثمان. لا يستطيع أحد أن يرد على علي رضوان الله عليه قولته أو أقواله المشهورة الخالدة الجميلة.